ركز معايا في مشكلة. احنا بنعتبرها كدكاترة مشكلة مهمة جدا ما ينفعش نتغاضى عنها. وفي ناس كتيرة من المرضى يا دكتور دي حاجة بسيطة يعني ما تركزش، ان هو يبقى فيه علو في الحشو او علو في التركيب. دي مشكلة كبيرة يا جماعة، دي مشكلة كبيرة وما ينفعش نتغاضى عنها بتاتا. لو حسيت ان الحشو بتاعك بعد ما روحت البيت وابتديت تاكل عليه ان في اي حاجة عالية، ارجع لدكتورك على طول، ما تستناش. طيب ليه بقى؟ لان العلو ده بيخلي الضرس ده هو الوحيد اللي مقفول عليه في الضروس كلها. يعني انا عندي الضرس هنا في حته عاليه، دي الحته الوحيده اللي بتقفل في ده كله، فبالتالي قوه الضغط، قوه العضه بالكامل بتنزل على الضرس ده لوحده. كاني ماسك شاكوش كده او مطرقه وعمال انزل على الضرس ده بعزم ما فيه وعمال اخبط عليه كل مره اقفل سناني على بعض. فده هيؤدي لمشاكل كتير، مشاكل في الحشو، مشاكل في الضرس، مشاكل في العظم، مشاكل في اللثه اللي حوالين الضرس، مشاكل كتير جدا. فما ينفعش نستهين باي حاجه عاليه في اي تركيبه في اي حشو في اي حاجه من الكلام ده. فركز قوي في النقطه دي، ولو عندك المشكله دي ارجع لدكتورك جري على طول. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ناس طب الاسنان. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.